السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيرت بيكم، الله يحفظكم ويرعاكم. أرجو أن الصوت يعود مسموع. وخيرت بكم وان الله يحفظكم ان شاء الله ويرعاكم. وانا ايضا تحياتي لكم، الله يحفظكم. فقط اخترت على اني نعلق على هذا اللي خلق في قرية بلواخ، ما يقدر يتخطى هكذا. لا نحاول على اني ما نطول باذن الله تعالى عليكم. حق بعد ذاك مصيبته ذيك ماريمو سونيكو خا بسم الله. امين امين ان شاء الله. الله يطول اعماركم كاملين ولكم المثل. الله يطول اعماركم، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. لين بدأتوا شوي نختاركم تتخموا معايا في ذا اللي نقول لكم. بعد 62 سنة من الاستقلال، بعد تعاقب عشرات الحكومات على البلد، بعد تعاقب 10 رؤساء على موريتانيا، دولة عندهاش من الثروات الطبيعية والخيرات ما هو عند أي دولة ثانية في المنطقة، وهذه حقيقة. ما هو عند السنغال، ما هو عند المغرب، ما هو عند حتى الجزائر، ما هو عند مالي، ما هو عند الدول الأخرى كاملها اللي في المنطقة. وزيادة على ذاك نحن شعب 4 مليون من البشر، 4 مليون نسمة، والدول اللي محيطة بنا كاملها اللي 30 مليون من البشر، واللي 20 مليون من البشر، واللي 16 مليون من البشر كيف السنغال، واللي فوق ذاك ما في شيء أقل من 16 مليون، مالي قريب من 20 مليون، ونحن 4 ملايين من البشر. وصوت مسموع والله ما هو مسموع، الناس يكتبوا لي الصوت.
ما نعرف على نيعيا وحدين هون يكتبوا الصوت ما هو خالق من اجل ان رجاجي يشوشوا افكاره، من اجل رجاجي على انه يوقف عند اللي لا يقول. غير هنا رواقيج بالغالب نعرفهم باطلين يصوتوا الينا يقولوا لي الصوت على انه خالق، نعرف اللي على انه خالق اللي هو الصوت. الصوت مسموع. وخيرت جمال والداعي، وخيرت والله الا وخيرت العميد. اسمح لي على اني جردت اسمكم، انتم استحقوا على انكم ينقالكم العميد، استحقوا على انكم ينقالكم صوت الشعب، واستحق على انكم ينقالكم صوت الحق. وراني مسلم عليكم حتى ومعتذر حتى على اني جردت اسمكم. يحفظكم ويرعاكم ان شاء الله، واحتراماتي وتقديري لكم حتى وجازيكم بالخير ان شاء الله عن موريتان وعن شعبها. ذاك الموقف اللي لكم ياسر من الزمن انتم واقفينه من اجل وطنكم ومن اجل شعبكم. يحفظكم ويرعاكم ان شاء الله ويجازيكم بالخير ان شاء الله على ذا كامل، ويجعله ان شاء الله بميزان حسناتكم ويبطيكم ان شاء الله عن اجره. لاهي نرجع ونكرر ونعيد من جديد. تصوروا معايا اعلان دولة اعطاها مولانا من الخيرات لا ينتهي: حديد، نحاس، ذهب، فوسفات، ذروة سمكية راكم تعرفوها الأولى أو الثانية في العالم ككل. العالم كامل عايش من حوتنا نحن ومن ذرواتنا البحرية وذرواتنا المعدنية. علاش من الزمن ما يوفى من أكثر من 62 سنة نحن خيراتنا تنباع للعالم الآخر ونجمع منها آلاف تريليونات الدولارات، آلاف تريليونات الدولارات. تصوروا على أن نعود شعب 4 ملايين من البشر حكموه 10 رؤساء تعاقبوا عليه عشرات الحكومات. تصوروا على أن الدول اللي في المنطقة كاملها أحسن منا حال وهم أكثر منا نسمة. المغرب شو 20 مليون، الجزائر قريب من 30 مليون، السنغال 16 مليون والله 17 مليون، مالي كذلك في حدود 20 مليون، وهذه الدول كاملين أشبه منا حال. تصوروا بعلن يعود مازال فينا ذا النوع من الفقر وذا النوع من الجوع وذا النوع من الجهل. تصوروا بعلن مثلا لاهي نرجع القضية اللي أصلا معدل عليها البث غيث برنامج قلبي يطمئن أو يطمئن قلبي، جزاه الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناتهم. تصوروا على أنه يعود جاي القرية ونفس القرية فات جاها اللي له حالا عام و4 أشهر اللي هي 16 شهر جاها والي إنشيري اللي هي قرية بلوار، جاها والي إنشيري هي تابعة لإنشيري. شفت واحدين يسوي لي كانت تابعة للتريرز والله تابعة لنواكشوط والله تابعة للعصابة والله تابعة لإنشيري. قرية بلوار قرية من تابعة لولاية إنشيري. وبالتالي جاها الوالي اللي له حالا 16 شهر بالضبط، سنة و4 أشهر. جاها من معاه جميع السلطات الإدارية في ولاية إنشيري وجميع السلطات العسكرية الأمنية في ولاية إنشيري، وجمعه المنتخبون من عمد ومن نواب عن الولاية جاوا القرية بلوار اللي له حالا 16 شهر، نعيد ونكرر 16 شهر، وجاوهم وقالوا لهم لا ينعدلوا لكم ولا ينواسوا لكم ولا يبنوا لكم بنى تحتية ولاهي ذيك اللخة اللي لنا فيها أكثر من 62 سنة ومشاو عنهم، ولا قط رجعوا لهم عاقب ذاك ولا قط سمعوا لهم صوت ولا قط تسولوا عنهم ولا شيء. وقرية ملانة من الأوساخ، وقرية ما فيها الماء، وقرية أهلها ما هم جابرين تعليم، عندهم فصل واحد، قسم واحد، بيت واحد يقرأوا فيها أولادهم بالابتدائية يتعاقبوا عليه كاملين من السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. تصوروا على قرية يعود فيها قرابة 600 رجال ساكنة فيها، وعلى انهم اللي ينفوا رجال ينجح في كونكور لابد يمشي شور نواكشوط، اهله يمشوا، اهله الفقراء اللي ما عندهم 5 ولا عندهم 10 وحالهم يرضى لها لابد لهم يدبروا عليه، يا كانوا يمشوا شور نواكشوط يا كانوا يقد يقرا، لا يسكن عند اقاربه، يا كانوا يقد يقرا، اللي يقرا يقرا الاعداديه
ويقرا الثانويه ويقرا الجامعه، وخرصوا له من الزمن كامله لا يعطيه بعيد عن اهله، ذا من السنوات كامله لا يعطيه بعيد عن اهله، بسبب على ان الانظمه ما قد توفر له اعداديه فم، ولا قد توفر له فم ثانويه، الجامعه قاع ما جابتها لك زانه. تصوروا بعلنهم لا هي عقب يريد مولانا بعلنوا انه يمشي لهم غيث نزل من السماء، لا يجيهم بدون موعد، ولا يجيهم ما قطوا وعدهم اي وعد يسوى هو شنو هو، ما هو كيف وعود غزواني، ولا هو كيف وعود الرؤساء اللي سابقوا، ولا هو كيف وعود جميع الحكومات. لا يجي هكذا يجي ويدخل القريه يقبض ويبني لهم بعد قاع طريق يربط بين الطريق الرئيسي اللي هو الطريق الرابط بين مدينه نواكشوط ونواديب واللي هم عليه، لا يقبض ذاك الطريق ويعبدوا لين يوصل للقريه، وحتى لين يوصل للقريه عدل له فرع ثاني. اولا بنى لهم مدارس، بنى لهم مساكن للمحتاجين جدا منهم عنهم كاملين محتاجين، غير اقبض ذوك اللي محتاجين اكثر بنى لهم جامع كبير حاز على القريه كاملها فرق اللي كان فيها من الاوساخ، واللي ما قط وقفت عليها لا بلديه ولا ولايه ولا قط وقفت عليها جهه يسوى هي شنو هي، ولا شركه ولا شيء يسوى شنو، حاز عليها كامل وجمعوا فرف بليده، وعدل لهم اللي مكب خاص به، ما جمعوا توف وخلاه فم، جمعوا وعدلوا لهم، عدل لهم مكب خاص به خاص بالنفايات، وعدل لهم حاويات حدا كل دار طرح بزرها حاويه عاقب ذا من اجل على ان الناس تم تكب الوساخ به. تصوروا على انه قدم للمواطنين نحن هو اجنبي قدم لهم هدايا، هذا راكم شفتوه كاملين وذا ما يقدر حد يقول على انه كذا. يشتغل معاهم واشتغلوا المواطنين من نفسهم من اجل على انهم ينظفوا مدينتهم، واشتغلوا معاه من اجل على انهم يبنوا مؤسسات تعليميه ومؤسسات صحيه، ومن اجل على انهم يعود عندهم طريق. وهذا دليل على ان المواطن من نفسه ما هم ما بيعلن انه يشتغل، ما هم ما بيعلن انه يعدل شيء الحي اللي فيه، والله القريه اللي فيه، والله المقاطعه اللي فيها، والله الولايه اللي فيها، والله الدوله اللي فيها، ما هم ما بي عنها يا غير لابد له من دافع. هاو المواطنين الموريتانيين ما عندهم باش يشتروا بروتات، ولا عندهم باش يكروا قراديرات، ولا عندهم باش يشتروا يكروا الوتات الكبارات اياك ينقلوا عنهم هذه القمامه او غيرها من الامور، ما عندهم امكانيات على انهم يعدلوا اي شيء لانهم فقراء، حتى قوت يومهم قالبهم، حتى قوت يومهم قالبهم. غير انهم كيف مثلا الدوله وذيك اللي ما قط عاونتهم شيء يسوى هو شنو هو، والله يجبروا حد كيف تغيث وقفوا معاه كاملين قالوا نحن كاملين متطوعين من اجل اننا نغيروا ذا الحال. هذا دليل على الموريتان، على انها موريتانيين، الشعب الموريتاني اذا اللي دائما تقول عنه الحكومات تقول عنهم شعب ما يشتغل، وعلى انه كسول، وانه ما همه يعاون، وانه ما همه يعدل، وانه ما همه يعدل. هذه كذبه واقفه. الشعب الموريتاني من نفسه هو اللي يخدم ذاته، ما كراهم قال غيظ على انهم تطوعوا له وتطوعوا من اجل مدينتهم، وقال عليهم انهم كان شاك على انهم لا يستعانوا باخرين يجيبوهم من خارج القريه، لكن اهل القريه انفسهم وهم اللي يطوعوا من اجل على انهم يغيروا قريتهم. وهذا دليل واضح على ان الشعب الموريتاني ما هم مابي عن التغيير، ولا هم مابي عن يزرع، ولا هم مابي على انه يساعد، ولا هم مابي على انه ينظف. غير انت يا الحكومه تقولوا نظفوا، نحن مباليتنا قاع الى قبضنا حالا حي وحزن عليه كامل. الزعتر مثلا حي انا الزعتر الى حزن عليه كامل ونظفناه فر، ذا اللي قدام داري حس عليه وجمعته، وذا اللي نقر داري حس عليه وجمعته مع ذاك اللي كان خارج داري، وجيراني يعدلوا نفس الروايه، ذا نخلوه في الشارع. عندنا امكانيات اياك نرفدوه به، عندنا وتات نقدروا نرفدوا بهم هذا ومخلوه شر المكب، عندنا قرادير اياك نرفدوا به ذا كامله، ما هو عندنا. غير نحتاج النظام يعود في زرنا، نحتاج الرجال صادقين يصرفوا على ذا اللي نحن محتاجين له من ثرواتنا اللي عندهم، المليارات اللي دخلوا محتاجين بعد انهم يصرفوا علينا منهم. وبالتالي راكم شفتوا غيث راهو حق الصحك جل مخنز على اللي قالوا الحكومات، على اولاد الاخيام الكبارات اللي حاكمينكم لهمش من الزمن ما يوفوا، ولا ان تسموا واحد منهم اللي قال لكم عسل وقف عن اولاد الصالحين لا يصبوك. اولاد الصالحين صبوا موريتان كاملها وصبوا روسهم، بيهم ذا اللي عدلوا الموريتان، بيهم شقيلتهم اللي عدلوا الشعب الموريتاني. تجويع
وتجهيل مقصود. ما بين يبنوا لكم مدارس وما بين يبنوا لكم اي بنى تحتيه تعليميه، ما بين يعدلوا لكم اي منشات من اجل انكم ما تعودوا فاهمين به. اللي انا لنعود شخص فاهم وشخص واعي وشخص مثقف، انا ما تتلينك باللي الحاله اللي فيها، لانك باغي نتكلم، لانك باغي ننزل للشارع، لان نعود ما تتراضي بالحاله. وبالتالي هم ما بين يخلوكم تاخذوا ذيك الدائره، يختاروا واحد منكم يتم جاهل ويتم مقفول على راسه، ياك ما يبدا تخمام جديد. وبالتالي هذا هو السبب تعطيل التعليم، مقفولين منه. التعليم ما هو خالق، الصحه هذيك هي حالها، تقبل ضغطك ماشي قيس المؤسسات الصحيه، ماشي قيس المؤسسات الصحيه من مستشفيات ومن غيرها، ما تجبر دواء نافع به الادويه تجي مزوره ومقصود على انها تجي مزوره. اياك يقبضك السرطان اياك تموت، اياك تقبضك الامراض الكثيره اياك تموت، اياك التجار من نفسهم اللي متعاملين مع الدوله اياك يربحوا، بدل من دواء قبيل لا يبيعوه لك دواء اصلي لا ينباع لك مثلا ب 10,000 وقيه، جايبينه هما طايح عليهم مثلا ب 3,000 وقيه، لا يبيعوه لك ب 10,000. يختاروا يعودوا جايبين لك دواء مزور طايح عليهم هما 200 وقيه ولا يبيعوه لك هم اللي ب 10,000 في الاول والاخير، سعره سعر ذاك الاصلي من اجل عليهم هم يربحوا. تجي للدواء، تجي للمؤسسات الصحيه هامك على انك تداوي، رابط فولتك ما مقرر حد فيك شيء يسوى هو شنو؟ تجبر له سخ داخل المستشفيات، والريحه تقندي، ريحه المستشفيات يقندوا والوسخ والسرير اللي جاي تتكي عليه تجبروا عليه الدم. واحد مريض كان سابق ينقبض منه الدم، كان يقعر ودم وراه وفمه وجابر حد يقلعه، وذيك حالة تعرفوا كاملة. وفي الأول والأخير العمليات دائما يعدلوا فم، واحد ينساو فيه مقص، واحد ينساو فيه نعالة، واحد ينساو فيه جنبه، واحد ينساو فيه ما خارج شيء، ما ينساو فيه ما خارج شيء يسوى هو شنو هو ما ينساو فيه. يعود واحد كان لابس سوستات وفساخهم وقت العملية يزرقهم نقر كرش من هذا ويخيطهم عليه. هذا راكم تعرفوه كامل. البطالة منتشرة فيكم، آلاف الشباب الموريتانيين هاجروا في حكم غزواني، هجرة غير مسبوقة. هذا ما ينقالوا الهجرة، هذا ينقالوا نزوح، كأن في حالة حرب. والشباب اللي هاجروا يوصلوا من موريتان ويوصلوا للولايات المتحدة الأمريكية، مجرد يوصلوا يرصفوا يقولوا شكرا غزواني. شكرا كلمة لها عدة دلالات وعدة معاني، كلمة متديمنة ياسر من الديمين، معناها على أنك يا غزواني كنت سببا في هجرتنا، كنت سببا في هلاكنا، كنت سببا فعلا أننا نأخذ من ضمن الدول على أننا نتعاملوا مع العصابات اللي كانوا يقدروا يعبدونا في مزارع الحشيش ومزارع المخدرات، اللي كانوا يقدروا يقتلونا. كنا نقدر نموتوا في الطريق كيف ما ماتوا أبناء موريتان في الطريق. كانوا جايين للولايات المتحدة الأمريكية عليهم رحمة الله، وكيف ما فاتوا دقدقوا وحدين كانوا جايين في الطريق، اللي دقدق راع واللي دقدقت ايده. هذا تعرفوه كاملين، هذا كامل وسببه فشل السياسيين. لأن الهجرة والسياسة، ودائما نكررها وهي رواية معروفة، الهجرة والسياسة ما يقدر حد يفصلهم أبدا. حد لا يقول على هجرة هذا الشباب نزوحهم من موريتان شور الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم، لا يقول علينا لا خيار، ما هو خيار، هذا غصب. وحد لا يقول على انهم هما على انها رواية عادية، ما هي عادية. ما نزح الشباب عن اوطانهم الا بسبب فشل السياسيين اللي ما وفروا لهم عمل، ولا وفروا لهم تعليم، ولا وفروا لهم صحة، ولا وفروا لهم شيء يسوى هو شنو هو. لذلك الهجرة والسياسة وجهان لعملة واحدة، وحد لا يفصل بينهم. منافقي معناه انه يدور يستر على النظام، منافق به اللي يدور يستر على النظام. هذو الشباب اللي كانوا قبل يوفروا لهم اعمال ووظائف، من درا كانوا يختاروا يمشوا عن اخواتهم واماتهم واباتهم واخوتهم، ويختاروا يمشوا عن اوطانهم، يختاروا يمشوا عن اصحابهم،
يختاروا يمشوا عن وطنهم، يختاروا يمشوا عن أرضهم، يختاروا يمشوا عن كرتيتهم، يختاروا يمشوا عن قراهم وحواضرهم وبواديهم وولاياتهم، ما يختاروها. لأن هذا بسببكم انتم، هذا بسبب السياسيين الفشلة الخونة اللصوص المفسدين. اللي عندكم من الثروات كاملوا، عندكم جميع الثروات الظاهرة والباطنة، عندكم المعادن، عندكم المساحات الزراعية الكثيرة اللي ما بين تستغلوها. عادة المغرب تقبل عنكم وتقول لكم خضرة ما نمشينها لكم. ذاك هو الجوع، ذاك هو المرض. قبضت عنكم المغرب دولة من شو 60 سنة عايشة في خضرة المغرب. عاد لين تجي رومورك واحدة، صوروا على الدولة كاملها، لين عاد تجي رومورك واحدة وتوقف في المطار القديم اياك تنباع من خضرة او فواكه او غيرها يتقاتل عليها الشعب. وهذا يعتبروه ملاعين المنافقين، هذا النظام يعتبروه انجاز. يقولوا اليوم الحكومة او اليوم التجار الموريتانيين او رجال الاعمال راهم اليوم وقفوا رومورك، يجبدوا رومورك. كلمة رومورك يجبدوها، يا كان يعود انجاز. هذه فضيحة، وهذا ما هو انجاز، هذه فضيحة، وهذا ما هو لا يحسب ابدا للنظام. هذه فضيحة للنظام. يعود المواطنين لين يجي رومورك يرافدوا خضرة والله فواكه يفرحوا بها. تبا لكم، تبا كثيرا عليكم، لعنة الله صحك حق. رومورك لين تجي تفرحوا بها، توقف في المطار ينقال راهو اليوم النظام وفر رومورك. وفرها بعد 10 سنوات وقفت رومورك، وبعد 10 سنوات ثانيه اللي نفوت مولي تجي رومورك ثانيه، لا يقوم المطبلين يصفقوا اللي يحرق كلهم بي وبي بي بي ما انتش بي بي بو بو بو. هذا تعتبروه انجاز. وعادوا يقبضوا يا كيانا كاع روموركات اللي راهم منشورين على الانترنت في ايران وفي تركيا، ويقبضوا منهم صور وينشروهم على صفحاتهم ويقولوا هذا موفروا النظام. حرق بي النظام كانوا قد وفرش. رمضان تراعوا في الحال، الخضره ما هي خارقه والاسعار في السماء. والله الصح حق اللي نقولها لكم انا، لو كانت قبيل حدود الجزائر وذاك قدروه ما فات خلق الا تعودوا خليتوا وذريتوا. والحمد لله رب العالمين اللي فات خلق ذاك قدروه وفات قطع مساحه ومسافه كبيره. ولو كان ما فات قطعها تعود اليوم الصحك حق المجاعه بكم اللي انتم من الساعه اللي خلقتوا عايشين في خضره المغرب، والمغرب قبضت عنكم قالت لنا الخضره ما تمشيتها لكم. غير سبحان الله الرحيم مولانا ما يقفل باب ما فتح 20 باب اخر، ولا يفتحوا يكونوا مولي لصالح من قافلوا عنه، معناها على انه هو اللي فيه الخير. ولو كانت قبيل الخضروات اللي جات فم وقفت في المطار اللي جايبين الجزائريين والتمور وغيرها، جزاهم الله خيرا ونرفعوا القبعه للشعب، للدوله الجزائريه حكومه وشعبا. طبونا دائما من استقلالنا لين اليوم على انهم واقفين جنبنا، واقفين في زرنا، ولا قد تفصلنا فيهم ما وقفوا معانا. مان الله اللي يوقفوا معانا كاع بدون ما نطلبوا منهم. وعادوا يصدقوا علينا كما تصدق علينا الدول الاخرى كاملها، ونحن دوله غنيه وما لنا محتاجين على ان حد يصدق علينا. عاد تصدق علينا، تصوروا على ان الشعب الموريتاني يجيه يوم من الايام وهو عنده ذا من الخيرات كاملها، على انه يحتاج يوم من الايام على ان تقبض الامارات العربيه المتحده وجزاهم الله خيرا يقبضوا 4 ملايين وجبه يسجل في تاريخ موريتان، على ان 4 ملايين وجبه على انها مقسمه على 4 ملايين من الموريتانيين، ولا يجبرها بعد حد هي لا قيمتها 4 ملايين وجبه انعطت للحكومه من اجل انها توزع على 4 ملايين من الموريتانيين اللي هي خارج 4 ملايين. قبلوها ولموها عنده. احنا ما قد شفنا 4000 وجبه موزعه على 4 ملايين من موريتانيا. هي كاع 4 ملايين ما يفهم، وفي موريتانيا فيها مليونين من البشر، مليونين اخرى رايه بالخارج فرد. وراكم شفتوا الجزائر مساعداتها اللي جاتنا ذاك النهار بمناسبه رمضان، الصدقات اللي عاد تجينا من عند الدول كيف مثلا الجزائر. راكم شفتوا مساعده من الشعب الجزائري للشعب الموريتاني في رمضان به اللي يعرفوا الظروف اللي نحن فيها. شخلق لها قبلتها الحكومه، ورانا نشرنا لكم صورها راي في الشوارع تزقنا فيها،
راهي في الاسواق تنباع فيها، بدل من تعود قبيل مقسم على الفقراء وعلى المساكين اللي يبرع على الدوله انها تعرفهم، ويبرع على تآزر عليها لعنه الله على انها تعرفهم قبيل تقيسهم وتعطيهم لهم. ولو كانت قبيل هم اللي اعطاتهم تآزر ذل اللي جاي من شو الجزائر، عود قبيل بعد خاض لكم فيديوهات وخاض لكم في الصور وخاض لكم ما خارج شيء ما خاض فيه. بي اللي هم ما يختاروا يجبروا روايه صبروها يوخذوها للشعب، غير ما وصلت للشعب قبضوها هم لموها وعطاوها للتجار، باعوها للتجار بالماده. عندنا هون 20,000 طن موجوده جاهزه من المواد الغذائيه، كم لا يعطون عنها لين يعطوكم عنها كذا، قبضوها التجار ويحوزوا عليها ويبيعوها للشعب الموريتاني. وهذا هو اللي يخلق فات المارو اليابان. اليابان مالكم شفتوا ذاك الارز اللي قدمت لنا اليابان؟ امالوا لا بعد اسبوع واحد شفناها بالاسواق مطروحه فيها ينباع. لو كان قبيل وقسم زقيبه زقيبه على الشعب الموريتاني، الشعب الموريتاني ما ولا يحوز عليه ويبيعوا للتجار؟ ما ولا انكم لا تعودوا شفتوه بالاسواق؟ غير به اللي قبضتوا الدوله وباعتوا للتجار، بدل قبيل من يقسم على من فقير وذا من مسكين وذا من محتاج وذا من هالخلف موريتان، حازوا عليه باعوا. شكرا جزيلا لغيث، شكرا جزيلا للبرنامج اطمأن قلبي او قلبي اطمأن. شكرا للقائمين عليه، شكرا لكل من ساهم، شكرا لكل من ساعد اي مواطن موريتاني. ممتنون لكم كثيرا، ممتنون لكم كثيرا. جعل الله كل ما تقومون به وكل ما تفعلونه من اجل الامه الاسلاميه ومن اجل الشعب الموريتاني بالاخص، جعله الله في ميزان حسناتكم وعوضكم الله عنه كل خير. حكومات تعاقبت، عشرات الحكومات، سوف نفعل سوف نفعل سوف نفعل سوف نفعل لكم يا الشعب الموريتاني، لا ينعدروا لكم ولا ينعدروا لكم ولا ينعدروا لكم ولا ينواسوا لكم، لا ينبنوا لكم ولا ينعدروا لكم ولا ينواسوا لكم. ولاهي 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 ولاهي، اذا من الزبيط قطن قال انتم هم اللي مشكلتكم الشعب الموريتاني، على انكم كل شيء تنساوا، وعلى انه كل وزير جاء وكل حكومه جات مقرر فيها شعار جديد، تشكوا على انه المواقف الماضي. كل حكومه تجي لابد انا من شعار جديد. لا تذكروا حكومه قريبه من المواطن، حكومه اداريه، حكومه كذا، حكومه كذا، حكومه كذا، حكومه كل وقت تعرفوا انها مقري، كل ما تجي حكومه ما مقرر فيها اسم، ياك تعود كانها كذبه جديده من اجل انها تنطلي عليكم، جد عليكم وتقبضوا وجد عليكم انها لا يتعدش. ابعد لا اشقى الموريتانيين فروسهم قطعا. انا يعني ما عندي اكزيت. شمعة بريدج. وبالتالي هذا شغلة الشعب الموريتاني براس. البرلمانيين حالا راعي الانتخابات قريب من مليونين موريتاني حالا، قريبا من مليونين، مليون بعد و800 قطعا هي مسجلة على اللوائح الانتخابية. هاي مليون و800 تقدر تغير؟ تغيير يبدأ من البرلمان، من العمد، من الممثلين عن الجهات. راعي جاتكم انتخابات؟ شهر واحد جايتكم انتخابات؟ شهر واحد اللي تبدأوا تصوتوا عملية تصويت؟ قولوا مرة واحدة يا ابويا انا فت سمعت لك، ويا امي انا فت سمعت لك، ويا قريبي انا فت سمعت لك، ويا الاطار انا فت سمعت لك، ويا الوجيه انا فت سمعت لك، ويا النائب انا فت سمعت لك، ويا العمده انا فت سمعت لك، وفت سمعت ذوك اللي سبقوك، وذوك اللي سبقوك لقط زيتون موريتانش. مشاو عنا جميع دول العالم وعاد بيننا معاهم ملايين السنين الضوئيه. حالا انا ماني سامع لحد منكم، بكم اللي حالا الراعي فيكم تتبشوا لي وتضحكوا لي وماشيين لي الوتات وجايين والدراري عزينين ولمساك والاحتفالات والوكيل والشراب والمشوي والتمور وهاللخله والفنانين وكل شيء. غير هذا نعرفوا انكم معدنين لمده عده ايام فقط اياك تحصلوا على اصواتنا، ولين نفوتوا نمشوا نصوتوا لكم لا تختفوا عنا ونعودوا مولي كيف اللي ما قد شفناكم كي 5 سنوات الماضيه وكي 5 سنوات السابق ذاك وكي 5 سنوات السابق ذاك. احتجنا لكم ياسم الاحتياج، مرضنا ما ريناكم، فقرنا ما ريناكم، قلتنا الصايره ما ريناكم، مرضونا الواقج عندنا دول نرفعوهم شو الخارج ما ريناكم، اولادنا قاسوا الخارج يقراوا فيه ممشين عنا بيه اللي ما عندنا تعليم، واولادنا هم اللي ينعادوا يقيسوا الخارج ما امتنحوا، واللي عادوا يمتنحوا تنعطى لهم منحه ما هي مهمه، واللي عادوا لا يسافروا ينقطعوا البيات ما قطعتوا لهم بيات، واولادنا راعيهم منبطحين في الديار ما يكون روح ديدي سويه شنو ما ريناكم.
انتم باطن احنا نجبروكم لا مده الحمله، لا ذاك الضحك وذاك الجوقه وذيك الفتره اللي كياها شويه اللي تخسروا علينا شم الفضاء وتخزوا بينا تخزيه جديده كما بنتو خزيتوا بينا قبل 5 سنوات، وكما بنتو خزيتوا بينا سابق ذاك 5 سنوات اخرى، وكما بنتو خزيتوا بينا 60 سنه من الاستقلال لين اليوم. هاي المره نحن ذا اللي الدور انتم كاع مالنا معدلينه. لماذا صمنا معدلينه؟ باللي ذا اللي الدور انتم نحن بتنا جربناه. والله مولي نحن فيكم وحدين اخلاقاتهم الكبار عندنا، ولا فيكم وحدين نبغوهم حتى وعزيزين علينا لين ذاك، وفتنا سمعنا لهم وفتنا كل شيء. غير ذا ما غيرش. اذا المره لين عدوا الروايه نحن كاع ما كنا معدلين، وانتم ما تختاروها لين صوتوا ضدكم. الرواقيج بعد كاع اللي فتنا عرفناهم وفاتوا دخلوا البرلمان وفاتوا دخلوا فاتوا تعايطوا وفاتوا صقاو وفاتوا كل شيء، معنا مصوتينكم. تعرفوا علاش معنا مصوتينكم؟ باللي شفناكم المعلم، شفناكم في البثوث المباشره بالقناه البرلمانيه، وشفناكم في البثوث المباشره للفيسبوك وبعض من صفحات النواب، نطرح عليكم تعديلات بعد المعلم انه مسيكين طالب الزياده، قلت لكم ماكم زايدين. ان الجندي اللي يحرس موريتان قلت لكم ماكم زايدين. اللي توفى فم في زر المستشفى، اللي توفى فم حارس السجن قتلوه الارهابيين، قلت لكم انه ذاك كاع بنادم اللي يموت من اجل موريتان على انه ما هو ساويكم على انه ينزل. وذاك الجندي اللي يموت راهو شور مالي هوك يحارب الارهابيين، قلت لكم ماكم زايدين. وذاك الجندي اللي يموت هوك على حدود مع الجزائر كيما مات في تورين والقلاويه وحسي سيدي وقادو، وكيما مات في عمليه باسكنو، وكيما مات عشرات المرات من اجل حمايه موريتان ومن اجل حمايه شعبها، قلت لكم ماكم زايدينه. وكيما الشرطي يموت فم، وكيما الشرطي يتعب فم، وكيما الشرطي بات يصاوع مع بنديات، وكيما الشرطي بات يحكم في المجرمين، قلت لكم ماكم زايدينه. وكيما جي اس ار قلت لكم ماكم زايدينهم يظلوا في اللشماس نهارا جهارا، كلكم واخذ عليه راكب كيلومتر زي راكب نقروته قاعد كيلومتر زيرو قاعد في الظل وهو متبارك ينظم المرور ويطير وينزل ويتعب وينهان، قلت لكم ماكم زايدينه. وكيل مال الممرض اللي بات سهران في الاطباب واللي ظل يشتغل نقر الاطباب، قلت لكم ماكم زايدينه. اللي عرض راسه لياسر من الامراض، واللي عرض راسه ياسر من الفيروسات، كوفيد مثلا، السيدا، السرطان، قلت لكم ماكم زايدين الممرضين. واللي عدتم اللي ماكم زايدينهم عقدوي كوفيد ياكم ماها، حسوا عليهم استخدمتوهم فتره كوفيد، حسوا عليهم زرقتوهم في الشارع، ذوك ما يتظاهروا حاليا قدام الوزاره الاولى وكل نهار متباركين يتظاهروا، يجوا من الساعه 8 مع الصباح. راكم شفتوا البث المباشر، كنت اخر بث مباشر نعذركم سابق هذا قبل يومين اثنين، راكم شفتوا فيديو لايف اللي كانوا طالعين معايا فيه عقاب الليل الساعه 11 عقاب الليل، وهم من الساعه 8 مع الصباح بهم صيام العليات والرجاله، وعادوا اسرهم يجوهم الشاشره ما تراو قاعدين يبقاو نقر ديار، عادوا يجوا لوالديهم ويتظاهروا معاهم باللي الدار ما يقدروا يبقاو فيها وحدهم، عادوا يرقدوا في الشوارع اللي هم تركا صغيرين. ما يقدر حد يقول عنه كذب واللي لا يكذبوا البث المباشر ذوك والو لا نهارين ومازال على الصفحه ولا يمتحمل من هون لين بعد عيسى عليه السلام. هذا تاملوا فيه. قدروا هاتكم، قدروا هاتنا يا النواب اللي مخسرتهم التراب رادمتهم، ما عندنا ارصفه لا يقطروا عليها رواقيش، ولا عندنا اشجار كيما كنتوا تقرونا اصلا، مازلنا صغيرين بالزبيط والكذيب الاحمر نقراو ونفتحوا يوقف لنا معلم مازلنا شاشر صغيرين ويقول نواكشوط مدينه جميله وفيها ارصفه واشجار وشوارع جميله، ونشك على اننا احنا قاعد نقرا الفصل نقراو ذا الكتاب ذا ونشك على اننا في لندن، ولا مازال واحد ياخذ الحصه وياخذ من الفصل يطرح عنه الكتاب اللي كان يقرا، يشك على انه نقرا حرايز الزعتر بالزبيط الاحمر. تقرونا حتى المناهج اللي تقرونا تعلموا الشاشر مازالوا صغيرين يتعلموهم الكذب الاحمر. الشير يقرا في كتاب على انه في نواكشوط مدينه جميله وذات ارصفه واشجار والمرور على انه منظم والى اخره، يؤخذ من الفصل جوال القبره والدخان والرقوقه وحفر قدرون والكلاب والمعيز والبقر داخل هذا والديار شويني والحياه بقى لا يشك على انه قاعد انه في القيامه. تقرون ايش من الامور الماي مهمه قطتي جميله اسمها نميره، يبغى حرق بي نميره ويحرق بي قطتي جميله، ايش فيه من البيت؟
تباو تقرهم التربيه المدنيه لعل يعرفوا حقوقهم وواجباتهم، لعل وتوف واحد يدفع ما بين. نرجع للبرلمانيين، هذه شغله البرلمانيين، هاي شغله العمد، هاي شغله النواب، هاي شغله الدوله، هم لا جزء منها، هي لا منظومه واحده، سلطه تشريعيه لا منظومه من ذي المنظومات الاخرى، السلطه القضائيه والسلطه التنفيذيه. معنى الله كاع اللي خير منهم ولا شبه منهم، باللي السلطه القضائيه اللي تشتغل به كامل من الاعمال، من القوانين ومن التشريعات كامل صادر من داخل البرلمان. اذا موافقين عليه القانون، موافقين عليه القانون معنا موافقين عليه. السلطه التنفيذيه اللي حاكمه حاله موريتانيا رئيس الجمهوريه وذي الحكومه اللي هي، لو كانوا قبيل مثلا افتراضا ذا قانون الرموز اللي سكتوا به الشعب الموريتاني كامل وعادي تنحبس به الناس، تنحبس به عشرات الموريتانيين من الشباب اللي كلهم كان يعبر عن وطنه وعن ذي الحاله اللي هي يعلنوا انه ما هو راضي بها، واللي كان يعبر بها سابق ذاك ويعني ما ينحكم بالانظمه الاخرى، حاله ما تلا حد يقد يحل فم رئيس الجمهوريه بسبب ذا النظام ذا القانون اللي هو. لو كان قبيل البرلمان ما صادر عليه ما وافق عليه، ما تعود قبيل القضاء يشتغل به، ولا يعود قبيل القضاء جابر روايه قد يتم يكيفها اياك يحبس الناس. ولو كانوا قبيل البرلمان الموريتاني ما وافق قبيل عليه الشركه اللي تنقب عن ذهبنا اللي جات واللي شفتوه في محيجرات وشفتوه في ياسم البلايص اخرين، صاعوا اولادنا كانوا كلهم رافد راتشو ويجهر عن الذهب، جاوهم قالوا لهم اخوه عن التراب لين اعطوها الاجانب. لو كان قبيل البرلمان ما وافق عليه ما يخلق. والبرلمان الموريتاني كيف تعرفوا كل سنه يوقف له الوزير الاول ويقول له هذا برنامج السنه الماضيه وهذا البرنامج السنه لا ينعدل لها كذا لا ينعدل لها كذا، موافقين عليه والله ماكم موافقين عليه. كل سنه ما قط ابدا الحكومه الموريتانيه قالت عنها لا تجيز ابدا، لا تجيز ابدا برنامج الحكومه. بيلي برلمان مفعول به، برلمان فيه شو 50 100 وشو 50 رقاج كانت صار تم تعديل ولا ينزاد 100 وشو 50 رقاج كانت فيها 100 وشو 30 الا من مقاصر الاعمار الملاعين اللي حاكمين دي موريتانيا، ولا اللي دور الوزير الاول قال له والله، ولا قال دور الرئيس قال له والله، واللي دور الحكومه ماشيين معها بها، ما هم خرصين الشعب الموريتاني ولا غاديين بيش. بعد من الزمن كامله من شو اكثر من 62 سنه من الاستقلال مع امتلاك كذا من الثروات كامله، ما خالق نوع من الثروات ما هو عند موريتانيا، و4 ملايين من البشر يعود مازال في هذا الفقر. وتعود الحكومات تحتاج على ان يجي رجل واحد يجي للشعب الموريتاني ويغير حياته في خلال اسبوع واحد. كي مثلا ذا العدل الغيث يجي القريه يصقلها كامله ويعدل لها مكب، ما عدل هذاك اللي عدلت الانظمه الموريتانيه المكب تفريت اللي جاوا طرحوه فوق المواطنين الموريتانيين في قريه تفريت، واللي عاد فيهم السرطان وفيهم الكبد وراه ما خالق شي ما هو فيهم، ويقدوا قبيل ينقلوه في هذه الدوله اللي مساحتها اكثر من 1,030 كيلومتر مربع، وفيها الخلوات وفيها بلايص ما فيهم بشر يسوهم، وكانوا قبيل يقدروا يديروها فيها يغيروها يمشوا لا مو حقراني الشعب الموريتاني مشاو طرحوه فوق المواطنين. هذا عدل العكس. والغريب والعجيب مولي على التفريت، انا قاعد اخذت لكم شي غير جموجه بها التفريت بذكر مباليت. الغريب والعجيب على ان اهل تفريت يتظاهروا الحكوماتهم ينعتوا لهم امتعاض وغضب على انهم ما هم قابلينه، على ان اولادهم عادوا يخلقوا فيهم العاهات ومرضى وشوابين عاد فيهم السل الرئوي، عاد فيهم السرطان وعاد فيهم الكبد ولا خارج نوع من الامراض ما هو فيهم جبال، بهم هذه جبال القمامه اللي مطروحه لهم فم. تجي الحكومه مولي وتبطهم، يجي بوليس ويبطهم ويجوا جندرميري ويبطهم. انتم هضركم شعب يلا يتظاهروا يجوهم يدبزون يدورهم ماكله وكاع يتظاهروا ابدا عن مباليت انما يلا تنطرح لهم. والدوله عندها زايد على 1,030 كيلومتر مربع قد اي بلاصه تختارها عود ما في اي ساكن يسوى شنو تعدل لها مكب ياكن واكشوط كامل يتم يكب فيه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بعد امتلاك ذا من الثروات كامله و4 ملايين من البشر قليل جدا مقارنه مع جميع دول العالم بدون استثناء، وبعد 62 سنه يجي رجل واحد خلال ايام قليله جدا اللي هو غيث يبدل القريه من سكان ياسرين
يبدل لهم حياتهم، يعدل لهم مشاريع استثماريه لله، قبضوا مجانا، ما يدور منهم مقابل، ما يدور منهم اصوات ولا يدور منهم يزرقول ولا شيء اسمه شنو. ما راكم شفتوا المشاريع الاستثماريه اللي عدلهم؟ بعليات عادوا جابرين شي يشتغلوا فيه، عادوا يعدلوا الخياطه، عدل لهم مركز كبير للخياطه اللي يتموا يقبضوا بضاعتهم ويتموا يوخذوها شهر نواكشوط وشهر الولايات الاخرى وتم تنباع بها منتجاتهم. عدل لهم شاطئ حقيقي، عدل لهم دشره خاليه من التلوث وخاليه من الاوساخ وخاليه من القمامه، ومكب طرحوا لهم بعيد منهم، وقبل منهم مده ونظمهم. لا تنظيم لا عدلوا لهم، لا من القريه من نفسهم اللي اصلا صقلوا قريتهم، يا غير جبروا حد جاد في رواله يعدلها. ما هو لا ينعدلكم، جبر حد بدا القى جو بدا. ما هم ريدات انظمتنا نحن وحكوماتنا نحن ورؤسائنا نحن وتعهدوا تف مره واحده. عدل لهم الطرق، الماء كانوا عطاش فراقه، ما عندهم سب واحده، عندهم ستيرنا كانت تجيهم وتكبلهم في مبلك. تعرفوا مبلكنا نحن ذوك اللي عندنا من الاستقلال اللي ما قط غيرنا عقليه ولا طورناها من اجل اننا باطن تمو خزنوا الماء، نفس العقليه القديمه نتواردوا عن اباتنا وجدادنا وكل شيء الى جيال ما قدرت باطل تطورها، ونتيجه لياسم الامور، نتيجه للفقر، ونتيجه على انهم ما عندهم امكانيات ياك يطوروا بها شيء. ما جاتهم باطل الدوله وعدلتهم خزان من نوع معين يتم محافظه عليه لفتره معينه من الزمن، ياك ما تعود فيه بكتيريا، ياك ما يعود فيه امراض، ياك ما تمرض للشعب اللي هو جو وعدل لهم كامل، وعدل لهم حدائق يلعبوا فيها. الله بجاه رسول الله عليه الصلاة والسلام يوضع ويلعن ويقصر أعمار كل إريجاج تعنيه موريتان ولا يغدالوا فيها ولا يهتم بها وقد يغير فيها ولا غير فيها. الله يقصر أعمار ذو الحكومات وقصر أعمار ذوك الرؤساء واحد واحد يلي لا تفقدنا العام يكون هم لكنهم ما هم مدوا ولا يحسوا ولا يشعروا ولا يتألموا ولا يوجعوهم جلودتهم ولا يحسوا ولا يغيروا. شعب كامل عنده قريب من 500 كيلومتر على طول النهر يقد كامل يعود زارعها فر ما هم واحلين فيه ولا هم شاغلين فيه. اراضي خصبه عطاها لنا مولانا. موريتان فيها روايه زينه انك ما تقبض حجره وتزرقها وتصب عليها مياه ما خاط لك منها صدرايه. يا غير الشعب من نفسه ما عنده الحجره، ما هي عنده لابد توفر له، والدوله ما يقابل على انها تشري له حجره والله تعطيه حجره. ضرك خلقت نهارات خلق شوي من العياط. شوفوا ذوك بعد على الاقل عدتوا تشوفوا في بعض من الاماكن، تشوفوا مرة تماتايا واخذة من بلاصة ومرة تشوفوا لبصة واخذة من بلاصة أخرى ومرة تشوفوا بيلي جات شوي وعلى أنها برا على أنها لا يتعدل تعاون. غير ذا ما يستمر، ذا مهم منه حملات إعلامية تعدل. لا حملات إعلامية وتوف كأنه ياك ينقال راهو فلان عدل، غير المتابعة ما يخالقوا بجدية ما يخالقوا. دولة عندها بحر كانت لا البحر وحده كانت قد تشغل فيها اولاد موريتان. خارقه كلمه قط قال هذيك الساعه والمهم حد ذيك الساعه وزير قط قال عندنا بحر فيش من الخيرات ما هي معقوله وعندنا ارض معطاءه نقدو نزرعوها غير اولادنا ما هم معاونين. قلتها له انا ذيك الساعه جاوبته فيها في نفس المنشور اللي كان ناشر على تويتر ذيك الساعه. حاجه اللي انا في الامارات في دبي ذاك الزمن قلت له راعيني انا، قلت له من اولاد موريتان اللي مهاجرين هي، وقال لي ذيك الساعه عندنا من الخيرات كامله، اولادنا ما هم معاونين يختاروا الهجره ويختاروا الرقاد ويختاروا كذا.
قلتها له وانا ديك الساعه وقايلها له حق عندي، وبالله الذي لا اله الا هو ديك الساعه اللي قايلها له حق عندي. قلت له راعيني انا هذا موريتاني ابا واما، راعيني انا هذا، قلت له موريتاني ابا واما، وراعيني انا هذا مستعد على اني نرجع الموريتان، غير انا كفقير ما عندي باش نشتري زوره ولا عندي باش نشتري الات الصيد اللي تشروا لي انتم كحكومه وكنظام عندكم خيراتي كاملها، اللي تعودوا لا تشروا لي من خيرات موريتان، تشروا لي منها لا سناره ولا تشروا لي منها زوره، مستعد على اني اشتغل بالبحر، غير انا فقير ما عندي باش نشتري ذا، اللي تعودوا لا توفروا لي الارض وتوفروا لي باش نزرعها، مستعد على اني نزرعها. ما يعود لا الكلام، ما يعود لا المراد. هاي هي مشكلتهم، تموا يلوموا الشعب، اللوم دائما على الشعب. معاويه كان يلوم الشعب، عزيز كان يلوم الشعب، غزواني يلوم الشعب، والشعب ذوك هو برهنكم على انه المشكله ما هي منه، المشكله منكم انتم. الشعب برهن اللي مشوا وقاس ذهب وقلب التراب اسفلها الى اعلاها، معناها لانه هامو يشتغل. قال المشكله منكم انتم. اللي فتحتوا له شم تراب قلت له قلت له فيش من الذهب، دفع فره. الشعب كان مقعد في الديار، ما هو واحد باش يسوي شنو مشى، دليل على ان بعد الشعب حد شاف ذيك، حد شاف يا خوتي الارض اللي هي الصحراء اللي هي مقلبه اسفلها على اعلاها، حفره حفره شبر شبر، يجهروها اولاد موريتان. يعرف ان اولاد موريتان ما هم مرزاحين وعلى انهم ما هم مابين عن الشغله. وحد شاف ايام السيدونيه هاي القريه اللي جاها غيث، جا لها جاب لهم قرادير وجاب لهم وتات كبار وجاب لهم رتشوات وجاب لهم بروتات وجاب لهم شيء قدوا تم يرموا فيها حاويات، تم يرموا فيها القمامه. وكان متخمم على انه لا يجيب وحدين اخرين عمال يجيبهم من الخارج، كانوا من خارج بعد القريه من نواكشوط او من واديبه او من بلاصه اخرى، يقعدوا مخلصهم، يا كانهم يخدموا ذي القريه اللي هي لهلها. قالوا اهلها مان الله لا يجيب لنا حد، يبغون نشتغلوا نحن الروسنا. احنا ما كان قال لنا ما حد يوفر لنا ذا، واللي وفرتوا لنا ارانا لينا نحن نحوز عليه ونعدلوا الروسنا. حازوا على القريه، هم اللي معدلين بروسهم، ما جابوا عمال ولا هم مخلصين عليها. جبروا حد، جبروا رجل صادق ذا اللي لا يعدل، جزاه الله خيرا. هم من بسهم اليوم المواطنين الموريتانيين اللي جاهم راجل اللي قالوا غيث، جاهم بجدي وقف كل شيء، وقف الوتات وقراديرات وراتشوات ووفر كل شيء. شافوه جاد مشاو معاه، غير ما هو سوف افعل ولا ينعدل. جاهم جاهز طز، وقفوا معاه. راعي الحكومه تحوز على قريه اخرى وتجيها وتقول لهم راعينا جبنا لكم قراديرات وكذا وراني انا متحديهم، يدوروا الشعب ويشوفوا الشعب وقف معاهم. انتم تلوموا الشعب على شيء ما انكم موفرينه له. كل الفشل تديروا على الشعب والمشاكل تديروهم على الشعب. غير هي طبيعه الفاشل، الفاشل دائما يحمل فشل مسؤوليه فشله للناس الاخرى. ما هو من نفسه ما يتحمل يقول انا فاشل، لا يقبض الناس الاخرى ويحملها فشلها، فشله هو. المواطنين الموريتانيين جاهم راجل جاد جايب رتشوات وجايب بروتات وجايب الحاويات اللي يتم يداروا فيهم القمامه وجايب الوتات الكبار وقراديرات وكل شيء. قالوا له نحن هم اللي لا ينعدلوه الروسنا ما نخلصوا عليك، نحن انت معدل لنا غايه وسعادتنا وفرحتنا، يفرح مولانا قلبك ويسعدك في الدنيا ويسعدك في الاخره. وقفوا هم الروسهم ولا معدلين اولاد موريتانيا، غير جبروا راجل صادق. هم الشعب الموريتاني نتيجه لفقره ونتيجه لعلن انه تعبان ما عنده شيء لا يقدر يعدل به شيء، خاصه لا حد توب يوقفوا معاه. هم ما عندهم شيء زاقلين، هم مده قالبها وكيل وقالبها شراب، مده قالبها تجبر مبورايه، مده قالبها تجبر كاروتايه. انا نيت لين نزرع كاروتايه وانا اصلا ميت بي الجوع. انا منين لين نجبر البذور؟ البذور تنشرى باش تنشرى بالفضه. انا ما عندي باش شاري كاروتايه نمشي نلود للبذور. لا على الدوله الموريتانيه على انها توفروا، يا غير توفروا الصعب وتعود جديه فيه. وشوف ديك الساعه الشعبيه كانوا ما وقف مع روسو، وشوفوا ذيك الساعه كانوا ما وقف عليكم الكذب اللي تقولوا عن الشعب الموريتاني ما بيعاونكم. الشعب الموريتاني ذوك وقف عليكم يا امس الدنيا الكذبه في قلوه في قريه باللواخ. جاوه راجل صادق ووقفوا معاه، نظفوا وصقلوا وبناوا.
ونتجوا ولا خالك شي ما عدلوا. انت مسيطر على نظرك وزير ويقول لنا الشعب ما بيعاوننا، نحن قلنا على ان لا نوفر ولا نعدلوا. يا حرك كلكم بي وبي بي ما انتش بي بي بو 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 بو. كانكم قد وفرتوا وكانكم قد عدلتوا يكون رؤوسكم. عليكم لعنة الله والناس والملائكة والناس أجمعين. شمامة ذيك إياها، شمامة ذيك إياها. حلوا المشاكل العقارية اللي موجودة في ذيك النزاعات على الأراضي، وحلكم ذيك النزاعات وذيك المشاكل ما يتطلب نهار واحد والله اثنين تدخل جاد من الدولة. وعيطوا للشعب الموريتاني وقولوا له حد زرع هذه الأرض اللي هي لمدة كذا من الزمن، هاي الأرض ملكه، ورانا ضامنين لأي موريتاني ازرع حبة من مارو والله حبة من كاروت والله حبة من تماتة، راهي الدولة الموريتانية اللي تشريها من عنده ما عينه في سوقها، وراه محصوله عليه لا يجمعوا فرضه، لا يمشوا له نحن الوتات ومشوا له الناس اللي تشريه من عنده. ورانا لا يبنوهم مراكز شمامة فقط من أجل على المزارعين تشتري من عندهم جميع منتجاتهم جميع محاصيلهم. وشوفوا صديق الساعة الشعب الموريتاني كان ما وقف عليكم كذيكم اللي كل وقت تقولوا عن الشعب الموريتاني ما هو قابل على انه يشتغل ولا هو قابل على انه يعدلش. يلي يحرق كلكم بي وبي بي 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 ما انتش بي بي بو بو بو. عليكم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ويقصر أعماركم ويعطيكم القرجاء اللي لا تفقدنا العام يكون انتم. وقفوا عليا ذي الكذبة، وقفوا عليا، قيسوا شمامة وحلوا المشاكل العقارية اللي موجودة المنازعات والتنازعات شن قالوا اللي في التراب، الضيقات اللي على التراب حلوها. وعيطوا للشعب الموريتاني وقولوا لي يا شعب الموريتاني هذه شمامة وراعي عدلوا ذا اللي عدل ماكي سال رئيس السنغال، راكم شفتوه جاب معدات حقيقية، ما جاب ذا اللي جبتوا انتم مرات شو بروت وطرحهم طرحهم المزارعين. جاب المعدات الثقيلة اللي للزراعة، جاب جراديرات وجاب مكاين للحصاد وما خالك شي ما وفروا. الشعب السنغالي ذوك هو ينتج راسه ما يحتاج المادة ثانية، يوكل من خيراته، يوكل من خيرات أرضه وترابه ما يزين من ترابنا نحن. وذا اللي جابر هو من نهر السنغال ما أكثر منه ذا الجابرين نحن والله متقادين فيه، وبحره ما هو أكبر من بحرنا. وذا اللي عندنا احنا من الحوت السنغاليين يجونا نحن يحوتوا عندنا به اللي زرنا نحن من الحوت، ما هو عندهم هم ولا عندهم عند حد ثاني. طبيعة المياه اللي عندنا نحن ما هي كيف اي بلاصة ثانية في العالم، نفس البحر غير خاصنا مولانا بياسر مشي، ما هو قاعد على البحر وحده غير ذوك جابرين رجاله صادقين. انتم ني تريدوا ولا تعدلوا الزراعة من وين طلقتوها من بلايص كاع ما فيها الزراعة اصلا ولا هي معهودة للزراعة. قستوا الاعصاب وقستوا بلايص اخرى. يبدأوا قبيل من شمامة ويقولوا يا الشعب الموريتاني يوقف قبيل الرئيس في شمامة، يوقف قبيل الرئيس في شمامة ويرفد قبيل آلة من آلات الزراعة، ويقض قبيل للشعب في شمامة وينعت لهم متبارك على انه لا يحرث، ويبني فم إدارة خاصة بمشتريات جميع المزارعين، وكل بلاصة كل 50 كيلو والله كل 30 كيلو عندها ممثل. وقولوا للشعب الموريتاني يبدا يزرع لآلاته هي وكل شيء راعيه موجود. وشوفوا ذيك الساعة الشعب الموريتاني كان ما وقف عليكم ذي الكذيبة اللي تقول على انه شعب مرزاح. الشعب الموريتاني قد ينقل الجبال من زر من الولايات شور زر اخر، غير ما هو جابرين حد يعاونه. شعب فقير، شعب ما عنده باش يشتري مبورايه. انا اللي نعود مواطن موريتاني قال لي باش نشري مبورايه، شنو الطريقه اللي نمشي نلود بها للبذور، وشنو الطريقه اللي نلود بها الآلات من اجل على اني نشتري بها آلات كان قد نزرع، ما عندي 5 ولا عندي 10. صرتكم بعد يا غيث اللي حك عليكم جل مخنز جل جيفه، وذا اللي عدل في خلال 7 ايام قلبكم انتم اللي متعاقبين على موريتان من 62 سنه، قلبكم تعدلوه في 62 سنه. عشرات الحكومات و10 رؤساء، آلاف
البرلمانيين، آلاف العمد، آلاف الأطر، آلاف الوجهاء، الملايين من اولاد خيام الكبارات. خوتنا احنا كاع ضيعنا. لا انك تقول واحد يقول لك ياكل خيمه كبيره لا تسمي لا يزبي. والله انا بعد اللي نختار يجينا ماني قاعد نقول اسرائيلي غير لا خرصوا لي مده تقولوا انتم على اننا رواخيه في دوله ثانيه واهلي يعودوا مشتغلين مستعدين على ان نبدلوا لهم مليون من اولاد الخيام الكبارات يعطونا لا 10 رجاله يشتغل ونعطوهم مليون اخر بونيس قضوا لله في ويكند. عدلوا ذاك يتعدل بونيس ماتل وموريتل وشين قتل عليهم هم اللي هم لعنه الله على نزال يطيركم من المنصفين. ماكي سال اللي يشتغل اللي بنوا قلب سنغال قط قال انا والخيمه كبيره ما قط قال ماكي سال ذاك والله العظيم الكريم اللي قبل هو من نفسه على ان نبدلوه بمليونين من اولاد الخيام الكبارات هذا نمشوا له واحد مليون اخر بونيس قضوا يمشوا بهم شهر السنغال تبقى موريتانيا لا مليون واحد درت ملايين نقبضوا درت ملايين مشوها لهم قضوا نقبضوا ندوروا عندهم لا راجل واحد. صرتكم يا موريتان ما خاصة ما هو رجالة ما خاصة ما هو مدة عود صادقة ما هو مدة عود منافقة تم تناضل وتم تعيط وتم تصقي وتم من صغرها تم تعيط اعوذ بالله لين تعود عاد شو من الشوابين تم كلها من قلب ويمشي يقيس لك الانظمه الاخرى اللي فاسده ويقول هذا النظام ما خرج كيف يعود هو رخقع من جميع الانظمه اللي خرجت. هذا حكم غزواني هذا عالم ومولان ما فيه من الايجابيات يكون على انه نظهر معادن الرجال. والله العظيم الكريم الحسيب الجليل الرقيب العزيز حكم غزواني هذا ما فيه من الايجابي يكون على انه نظهر معادن الرجال ظهر الصادقين من الكاذبين ظهر الصالحين من الفاسدين. شعب موريتان قط في صلف معارضه والله في صلف حد يتكلم عنه سابق اليوم. اللي فيه اليوم موريتان بفتره غزواني قد مرت به بالله الذي لا اله الا هو ما قد مرت به في تاريخ فرق ما قد مرت بذا اللي مرت به اليوم من جوع ومن بطاله ومن هجره ومن فساد ما قد ابدا مرت به. الميزانيات ميزانيته هو قام مخصصه وعاد دوبلت جميع ميزانيات الانظمه اللي فاتت خطات ومع ذا ما معدلش. كنا قاعد نشوفوا ذوك المفسدين يبنوا قدرون يعدلوا روايه يعتبروهم انجازات ولا انجازات فيهم فضمه. هو قاعد ما قطعت 4 سنوات مشات هباء منثورا ومع ذي عاد هباء منثورا وبطاله ومرض وفساد وكل شيء مشات المعارضه وسكتت افهامها ورجال اخرين رانا كنا نعرفوهم من الصحافه ومن مثقفين وكنا نعتبروهم نخبه وكنا نحترموهم وفلان واخيرة فلان راهو قال وفلان راهو مشى قاس البلاصه الفلانيه وكنا نعتبروهم مده كلهم عادي يقول لك يطلع على صفحته يتكلم والله يطلع في التلفزه والله اذاعه والله الى اخره يشكر غزواني على انه ما خلقش ما عدلوا. حرق بي ما انتش بي بوك كان هو عدل والله قط انت عدلت ظهر على انك منافق ولا انك شورويخ ولا انك رقاج عليك لعنه الله. ناس يا اجمعين موريتان شعبها اليوم قط في صرف حد يتكلم عنه سابق اليوم. الانظمه اللي سابق اذا كانت مخليه الشعب الموريتاني قاعد يقضي الشارع مفسده غير كانت تخلي الشعب الموريتاني يقضي الشارع. الانظمه اللي سابق هذا مفسده ما قط عدلت قانون الرموز ويك ساعه انتم تتكلموا. الانظمه اللي سابق هذا مفسده غير كانت تنتج كانت تعدل شيء يسوى وشنو هو ماني لا نقول ماني لا نقول علينا عنده انجازات غير كانت عنده انشاءات كانت تنشئ الطرق على الاقل كانت تعدل شيء متخير ميز. وذا اللي كان يعدل موريتانيا ما في شيء انجاز يحسب لرئيس نهائيا. بالانجازات دائما كرر عليكم في الدول انجازات تقارن شنو قال بموارد الدوله. الدوله اللي تعود فقيره اللي يعدل فيها اي شيء يصفق وقال والله هذا ما خرجش معنا غير الدوله اللي تعود غنيه عند موريتانيا ينبرى عدل طبيب صغير ونقطه صحيه ينقال عدل انجاز تقوم تصفقوا له. يعدل قدرهم لا يتقعر بعد 7 ايام والله 8 ايام تقوم تصفقوا له. يعدل زياره شهر الشرق تقوم تصفقوا له. يعدل زياره شهر الغرب تعدلوا انه انجاز.
بعتكم مولانا.